بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم فتحي كوله من اسكندريه، ومعانا المقرئ المشهور وليد هاني. هنقدمه لكم كده يا جماعه. القناه عندي يقرا معانا كده عشان ربنا يكرم كده في القناه دي، تسمعوا بقى ايتين قران حلوين من واحد ما شاء الله عليه عالمي. حبيبي اتفضل يا استاذ وليد. بس هتقول معايا بقى. والله انا ما بشوفش، بس هحاول اقول معاك. انا مش قول يا مولانا. انا ما عنديش قلب بعد الجواز خلاص يا برضه يعني. برضه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. صدق الله العظيم. حبيبي يا استاذ وليد، على فكره انت مقرئ عالمي، بيعجبني صوتك جدا يعني. تسلم لي يا غالي، ربنا يحفظك. وعلى فكره برضه انت من الاصوات الجميله، وانا متاكد انك لو قررت تقرا قران بصوتك او جربت تتلو قران او تنشد مثلا هتسمعنا حاجات حلوه. انت اكيد حافظ التهلات. انا موهبه الحفظ عندي مش موجوده تقريبا، بس احنا بنحاول ان احنا يعني ايه. لا حاجة. الله عز وجل على فكره يعني دايما استعين بالله واطلب من ربنا الاعانه، وصدقني والله ما فيش حاجه بتصعب. احنا بنشوف دايما الله عز وجل ما فيش حد ربنا خلقه ناقص. دايما ربنا سبحانه وتعالى بياخد من حد حاجه وبيدي حاجه في حته ثانيه على طول. اكيد طبعا، بجد يعني، وانت في نعمه وليك الجنه. صدقني والله. تسلم راسك. عايز اقول لك بقى ايه بقى، ممكن نقول انشاد مثلا. انت حافظ حاجات لمحمد عمران او للنقشبندي؟ لا عمران ممكن. طيب هقول مثلا مولاي النقشبندي. هقول اول مولاي وانت ادخل معايا. لا استنى، انا هقول المولى بتاع الابتهال بتاع عمران، وبعد كده خش انت على. ماشي، ابدا انت. وبعد كده روح انت في مولاي براحتك. مفيش مشكله، قول يلا. هي حته صغيره، لان انا اصلا ما عنديش حفظ قد كده قوي. يلا بينا. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناجاه. الله. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم فهو الكريم يجيب من ناجاه. الله. وأول وآخر وأول وآخر ليت العيون تراه. الله. والشيخ وليد هاني بقى معانا. لا يا عم، ده ايه الجمال ده؟ ملوش حل، هيقول لنا حاجه. ربنا ده مفيش حاجه تقال بعدك.
لا بالعكس انت راجل ما شاء الله عليك. فانت هتقول لنا بقى حته هل الشيخ سيد النقشبندي ولا حاجه؟ ممكن اقول للشيخ النقشبندي مثلا، ممكن اقول جمال المولاي. قبل ما تقول انا مبسوط قوي ان انت معانا النهارده. انا شفتك النهارده كانت صدفه جميله قوي ان انا شفتك النهارده. على فكره يا جماعه والله العظيم صدفه واحده بس صدفه جميله. انا بعيد عن اي حاجه والله، منورين المكان والمكان زادوا بقى. ومبسوط قوي ان احنا بنصور في مكان الكيان سبيكر في مول سان ستيفانو. هو مش دعايه ولا حاجه بس هو ايه فتحي صاحب مكان هنا على فكره بالمناسبه، مش اول مره يكون هنا. بالمناسبه انا راجل صاحب مكان ودول اصحابي وحبايبي جدا. فالمكان هنا يعتبر كاني صاحب المكان يعني. شهاده نعتز بيها، حبايبي واصحابي جدا يعني. شهاده نعتز بيها. خلينا نقول فاحنا اتقابلنا بقى بالصدفه البحته هنا عند الناس الحلوه دي. والاستاذ وليد هيقول لنا حاجه للشيخ سيد النقشبندي قبل ما ننهي الفيديو. يلا بينا. ويا رب يحوز رضاكم، واتمنى ان انتوا كلكم تشاهدوا الفيديو ده. اتفضل يا استاذ وليد. أقوم بالليل والأسحار ساجدون، أدعو وهمس دعائي. لا عادي كمل. مين هيعمل مونتاج بس؟ يا عم انت فاكر انا ما بمنتجش، انا برفع على طول. كمل. طب قرب. ماشي حالك يعني. أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعظ بك لن يخشى من الظلم. مهما لقيت من الدنيا، مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شكر عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش، تحلو مرارة عيش في رضا، تحلو مرارة عيش في رضا، في رضا. تحلو مرارة عيش في رضا، من لي سواك ومن سواك، ومن سواك، ومن سواك يرى قلبي ويسمع. كل الخلائق ظل في يد الصمد. أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك يا رب. ده حاجة بسيطة كده والله. أنا عايز أقول أصلا صوتي مرهق. لا احسنت والله، ما انت زي انا صوتي مرهق. احسنت. فرصة سعيدة أوي وأنا شفتكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله سلك ودي بقى يا استاذ وليد. وبركاته. تسلم لي.